دعاء فتحي، دفعتي المصاريف؟ لا هو انا اكيد ما قدرتش ادفعها. وبعدين حضرتك متخيله ان انا لو اهلي كانوا قادرين يدوني فلوس المصاريف كنت مثلا هاجي احط نفسي في موقف زي ده قدام زمايلي؟ بس بتقدري كل يوم تاخدي 50 جنيه مصروف تجيبي بيها بطاطس وستريبس ونسكافيه وبرجر، بس نيجي في التعليم ونقول ما قدرتش. مش فاهمه يعني هو حضرتك ايه علاقه الاكل والشرب ومصروفنا بالقدره على ان احنا ندفع مصاريف مضاعفه كل سنه عن التانيه بالطريقه دي؟ ايه اللي جاب ده لده؟ طب وان شاء الله ما اشتركتي في الاكواد؟ انا ما اشتركتش عشان ببساطه انا واغلب زمايلي وكلنا عارفين ان الاكواد كلها مش شغاله، وان المنصه الالكترونيه اصلا مش فعاله، وهندفع 600 جنيه اللي هي مبلغ مش قليل وهيكون اصلا ملوش اي جدوى، ونرجع تاني نشتري الكتب الورقيه التقليديه عشان نلاقي اي فايده او اي وسيله ان احنا نتعلم. يبقى لازمه اهدار الفلوس. لما تبقي تشوفي درجات واعمال السنه ابقي افتكري انه مش فعال. انا طبعا مدركه جدا ان حضرتك خايفه علينا وعلى درجاتنا وعلى اعمال السنه، وفي نفس الوقت عايزانا ندفع المصاريف اللي هي المقابل للخدمه التعليميه اللي بناخدها. بس حضرتك سالتي نفسك هل اللي بندفعه على قد اللي بناخده؟ طب حضرتك المصاريف اللي بتزيد كل سنه الاضعاف، هل بيتطور هنا المكان او الجامعه او التعليم في مقابل زياده المصاريف؟ وطبعا مش هتكلم عن حال البلد ولا ان ظروف الناس زي ما هي والدخل هو بس المطلوب اكتر بكتير. كل دي مش القضيه. حضرتك فكرتي تلفي في الجامعه وتشوفي مناظر الكراسي المكسره والبنات اللي بتقعد على الارض على مش لاقيه حته ترتاح فيها بين المحاضره والتانيه؟ حضرتك جربتي تخشي الفصول؟ ما هي فصول، ما ينفعش اقول عليها قاعه محاضرات وفيها ديسكات مكسره غير ممهده بتقطع العبايات والجيبات بتاعت البنات. فكرتي تقارن حال الجامعه من سنه 970 من اول ما اتاسست لغايه 2022 ثالث اقدم جامعه في العالم، بدل ما نطور ونحسن ونبقى احسن جامعه اللي الناس كانت بتجيلها من بره عشان بس اسم جامعه الازهر. لكن مع الاسف العيب ما بيبقاش في الجامعه، العيب في الفساد والناس اللي بتدير الجامعه. كل حاجه حلوه احنا اللي بنبوظها لان ببساطه ما بنقدرش النعمه. انا عارفه ان الكلام يمكن يكون مش على هوا حضرتك، لان طبعا هتقولي لي روحي بصي على الازهر بنين وضعه عامل ازاي. ما هي دي الصوره المزيفه اللي احنا بنصدرها، ان الازهر في القمه، ولكن الحقيقه ان نص الازهر في القمه اللي بيخص البنين بس. صحيح ما هو الراجل هو اللي بيطلع عالم وبيطلع مقرئ وبيطلع كل حاجه مهمه في المجتمع، انما الست مش هتطلع حاجه، هتطلع على بيت جوزها. كأن عمرنا ما شفنا محفظة القرآن، ولا عمرنا شفنا عالمة في الدين، ولا عمرنا شفنا ناس كتيرة جدا واصلة لأعلى درجات العلم من النساء.